السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا النهاردة نعمل طاجن بامية. زي ما انتم شايفين كده طاجن بامية بلحمة ملبسة كده. هي اللحمة كانت ملبسة، فحبيت استغلها واعمل بيها طاجن بامية، لان غير كده ما كانتش هتتاكل خالص. كل اللي عملته ان انا جبت صينية وحطيت فيها معلقة سمنة، وبعد كده حطيت لها معلقة من البصل. والفيديو دوت مش جديد، الفيديو ده انا نزلته قبل كده بس غيرت طريقة عرض الصورة. فعايزة تقولي ايه رأيكم، طريقة التصوير دي افضل ولا الطريقة التانية؟ وبصراحة انا نزلت الفيديو تاني مش عشان خاطر حاجة، انا عايزة بس دعواتكم، الناس اللي يهمها امري ودعمكم ليا هو مهم فعلا، بيفرق بالنسبة لي كتير جدا. آه، يعني عايزه اقول لك الكلمه اللايك اللي بتحطيه قد ايه بيفرق بالنسبه لي، لان كل ما بخش على القناه اي نعم بقى لي فتره طويله ما بنزلش، وده كسل مني. عايزه اقول لك هو كسل راجع لعدم التفاعل، لو في تفاعل غصب عني هشجع واقدم، انما بحس ان في آه، عدم اقبال، مش عارفه ايه السبب، ممكن تقولوا لي ايه السبب؟ تعالوا نرجع لوصفتنا. حطينا بقى معلقة السمنة، حطينا بعد كده عليها معلقة بصل، والبصل هنا كان متفرز. بعد كده نزلت على البصل بمعلقة كزبرة ناشفة، وانا ما نزلتش بالثوم لان البامية بتحب الثوم، بس انا اجلت مرحلة الثوم، هخليها في الاخر كطشة، بتفرق كتير قوي وبتغير طعم الطاجن خالص. نزلت بالبامية، والبامية هنا كانت متفرزة. عارفين انتوا البامية البلدي دي اللي هي احمر في اخضر، هي دي لونها ما كانتش مغمقة ولا حاجة. بعد كده حطيتها بتلجها زي ما هي لغاية في البخار بتاع الصلصة بدأت تنزل التلج اللي فيها وتسيح. بعد كده حطيت كبشتين من الشوربة، والشوربة هنا كانت ساقعة شوية، فعشان كده كنت حاسين فيها أثر للدسم. وأنا مش هسيبها تتسبك على عين البوتاجاز ولا حاجة، أنا كل ما في الموضوع حطيت قرنين شطة كده، وهدخلها الفرن تكمل التسوية بتاعتها. هي مش هتطول، مجرد بس تنشف معايا. تعالي بقى قبل ما ادخلها الفرن احضر الطشه بتاعتها. هنا معلقه سمنه بلدي، احط لها فصين من الثوم، وبعد كده انزل عليهم بعودين من الكزبره الخضراء. بتفرق بتفرق، طعمها بيبقى حلو جدا. جربيها كده وقولي لي ايه رايك. وما تحطهاش غير لما الثوم يبتدي يصفر شويه. بعد كده تديها تقلبتين كده تطلع الريحه الحلوه اللي فيها، وبعد كده تنزلي بيها على الطاجن، تديها تقليبه. وخدي بالك حتتين اللحمه الملبسين اللي احنا شايلينهم دول، احنا ما حطيناهمش ياخدوا تقليبه ولا حاجه، علشان خاطر انا عايزه اخليهم على الوش كده على طول عشان يتحمروا. هي كانت مستويه، وكمان من كتر التسويه كانت دايبه خالص، فعايزاها مجرد تتحط على الوش عشان خاطر طبقه الدسم اللي فيها دي تخش الفرن تطلع كده اكنها مشويه. هوريكي شكلها دلوقتي حالا عامل ازاي. بصي بقى العظمه اللي طلعت عامل ازاي، شكلها تحفه، طعمها جميل جدا. في الفيديو المقصود بيه ان احنا ما نرميش اي حاجة خالص، حتى لو كان حتة لحمة ملبسين ناشفين عندك في التلاجة محدش كلهم، ممكن تعملي بيهم الوصفة دي، حلوة جدا واقتصادية. احنا ما عملناش اي حاجة، كام حتة لحمة دول محدش كان عايز ياكلهم خالص، احنا يعتبر حييناهم من اول وجديد. تعلمي فن تدوير الاكل، يعني اكلة محدش عايز ياكلها، حاجة محدش عايز ياكلها، تعلمي منها تعملي اكلة جديدة. ما نرميش حاجة، على قد ما نقدر نوفر. بص الصلصه طالعه عامله ازاي، جربي موضوع الصلصه دي تحطيها في التلاجة هتفرق معاكي.